طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم التعليمية المفضلة يحيى أكاديمي. هنفك عقدة الإنجليزي وإن شاء الله مع بعض كلنا يا حبايبي هنقفل الإنجليزي. هنحاول في الفيديو ده إن احنا نلخص كل الجرامر اللي علينا في حوالي نصف ساعة عشان تظبط لك كل القواعد، وإن شاء الله بعد الفيديو ده بالنسبة لك القواعد هتكون easy peasy lemon squeezy. أول حاجة معانا يا حبايبي prepositions of time، حروف جر الزمن. in on at شهور أيام ساعات. in on at شهور أيام ساعات. in مع الفترات الطويلة، مع أي حاجة كبيرة، شهر، سنة، فصل من فصول السنة، قرن، ومع بعض الأوقات المعينة والفترات الطويلة. in the morning, in the evening, in the afternoon, in April, in 2025, in winter, in the 8th century, in the past, in the beginning, etc. لو جات لك في الامتحان أي واحدة من دول هتاخد قبلها in. مثال: The park is beautiful نقط spring. spring هنا فصل الربيع، خلاص in. أسماء was born نقط 1983 1983 دي سنة، خلاص in. ممتاز. عندي بعد كده on بيقول لي مع أي حاجة فيها يوم، يعني on مع اليوم، تاريخ اليوم، وصف اليوم، يوم مميز. جات لك في الامتحان نقط Friday afternoon on. The concert is نقط 22 نوفمبر 22 نوفمبر، خد بالك ده تاريخ تبقى on. لو شال 22 وساب لك نوفمبر بس تبقى in عشان شهر. في ناس كتيرة بتتلخبط للأسف في النقطة دي، لو جاب لي الشهر بس in، شهر وبعديه أرقام أو قبليه أرقام يبقى تاريخ on. I have English lessons نقط Tuesday morning برضو on عشان يوم. بعد كده يا حبايبي معانا at، وآت مع الساعات، مع المناسبات، مع العطلات، مع بعض الفترات. at night، at the moment، at present، و at noon. I have tennis lessons at the sports center نقط 9 am الساعة 9، خلاص at. He is not doing anything نقط the moment at the moment. ممتاز. بعد كده المضارع البسيط present simple، بيقول لي خلاصة المضارع البسيط يا حبايبي، لأن ده معانا من حوالي رابعة ابتدائي لحد دلوقتي ومكمل معاك، خد بالك مش هيسيبك. المضارع البسيط ليه شكلين، يا إما مصدر يا إما الفعل منتهي بإس أو إي إس أو أي إس. يعني مثلا يا إما want wants، need needs، go goes. ليه شكلين. امتى الشكلين؟ لو الفاعل جمع او احد الضمائر دي I you we they هيكون الفعل في المصدر كما هو بدون اي اضافات، فاقول I go، we learn، they play etc. اما لو الفاعل مفرد او احد الضمائر he she it هيكون الفعل مضاف له اس اي اس اي اي اس. امتى يا مستر؟ اس في اغلب الافعال ما عدا حالتين، لو الفعل بينتهي باس اس اس اتش سي اتش او اكس ذات، في الحاله دي هضيف له اي اس لتخفيف النطق، زي go goes، watch watches etc. اما لو الفعل بينتهي بواي وقبل الواي حرف ساكن بحذف الواي واضيف اي اي اس، زي carry او try او cry، هحذف الواي واضيف اي اي اس. اما لو الفعل زي play وstay واي وقبله متحرك هضيف اس على طول. طيب لو عايز تنفي يا مستر، النفي في الانجليزي يا حبايبي انا بنفي الفعل المساعد اللي عندي في الجمله، يعني بجيب الفعل المساعد اللي هو عندي واحط له نوت. اي فعل مساعد نحب ننفيه نحط له نوت بعديه. ممتاز. طيب انا ما عنديش يا مستر يعني جمله زي اللي قدامي دي I go to school by car every day، مفيش فعل مساعد، فانا كده مش هعرف انفي ولا هعرف اسال. لا هتعرف. بص يا حبيبي، لما يكون عندك فعل مساعد بتحط له نوت، مفيش وعايز تنفي او تسال امشي ورايا. لو الفعل مصدر هتجيب دو، لو الفعل منتهي باس هتجيب داز، لو الفعل ماضي هتجيب ديد. ده كده في السؤال هتجيب دو داز ديد فاعل مصدر. طب لو عايز انفي يا مستر نفس الكلام برضو، لو مصدر هتجيب دو وتحط لها نوت تبقى دونت والمصدر. لو اخره اس هتجيب داز وتحط لها نوت دازنت وبرضو بعدها المصدر، يعني هتشيل الاس بمعنى he goes نفيها he doesn't go مصدر.
ولو ماضي هناخد الكلام ده في الماضي البسيط، هجيب did وبرضه بعدها المصدر بمعنى she went. صح، النفي بتاعها she didn't go المصدر. طيب انا بستخدم المضارع البسيط امتى يا مستر؟ حقائق ثابته، عادات متكرره، جدول مواعيد. يعني جمله فيها جدول مواعيد وانت مغمض، مضارع بسيط. وفي اغلب الاحوال بيقول لك مثلا ميعاد القطر، ميعاد الطياره، ميعاد الباص، ميعاد المباراه، ميعاد. في الاغلب بيكون مفرد فبتضيف له اس. زي what time does exhibition start. هنا exhibition مفرد وستارت مصدر does. the first metro train تيجي كتير في الامتحانات دي. the first metro train اول قطر هيغادر الساعة 8 وتلت. leaves مضارع بسيط. the film starts at 9 o'clock. الفيلم هيبدأ الساعة 9، برضه مضارع بسيط مفرد starts. وبستخدم المضارع البسيط للتعبير عن العادات المتكررة باستخدام ظروف التكرار always, usually, sometimes, often, whenever, hardly ever, etc. الحاجات دي بتيجي قبل الفعل الأساسي. ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي أو بعد am is are. بعد كده يا حبايبي عندي adjectives اللي هي الصفات، والصفة هي كلمة تصف الاسم وتأتي قبله أو بعد verb to be. I met a tall man. He gets high marks. خد بالك إن الصفة بتيجي قبل الاسم، لأن بعض الطلاب خصوصا اللي هم ستة ابتدائي أو أولى إعدادي بيجيب الصفة والاسم زي العربي. ازاي؟ مثلا رجل طويل، فرجل مان وطويل طول، مان طول. لا، اعكس طول مان. اوكي. طيب اللي عليا في المنهج السنة دي ان انا عايز اقارن او افضل او اساوي، بمعنى تساوي الصفات او المقارنة او التفضيل. التساوي يا حبايبي يعني الطرفين بيتساووا في درجة الصفة. فاقول علي is as tall as محمد مثلا. علي في نفس طول محمد. طب لا، ده علي اطول من محمد. علي is taller than محمد. علي اطول واحد في الفصل. Ali is the tallest in the class. اوكي. اذا دي تساوي، مقارنة، تفضيل. هناخد بالتفصيل بنعمل ايه. لازم قبل ما تعرف ده كله تعرف ان في صفات قصيرة وصفات طويلة. يعني ايه يا مستر؟ الصفة القصيرة هي التي تتكون من مقطع واحد، اي تحتوي على صوت متحرك واحد. بالبلدي كده بخطفها. يعني مثلا اقول tall, short, high, fast, etc. بعمل ايه؟ الصفة القصيرة دي انا بطولها فبضيف لها المقطع اي ار وبعدها كلمة ذان. خد بالك مقارنة يعني ذان، بضيف اي ار وبعدها ذان. طبعا في حالات بحذف فيها ذان بس دي على اولى ثانوي ان شاء الله. مثال Mount Everest is higher than Mount Kenya. شوف higher than عشان في طرفين وفي مقارنة. The Nile River is longer than the Amazon. برضو في طرفين ومقارنة. صفة قصيرة long ضاف لها er وبعدها than. ممتاز. طب لو انا هعمل تفضيل يا مستر في الصفة القصيرة، برضو هطولها بالمقطع est وهضيف قبلها كلمة ذا. وذا هنا اللي هي أداة التعريف ال، ودي بتكون العلامة المميزة برضو لمين؟ للتفضيل. ممتاز. أحمد is the cleverest boy in the class. أحمد هو أذكى ولد في الفصل. The cheetah is the fastest animal. الفهد هو الحيوان الأسرع. هنا أنا بفضل عن باقي الحيوانات. طيب يا مستر حضرتك قلت لو صفة قصيرة بطولها. طب لو صفة طويلة؟ لو صفة طويلة بتسيبها زي ما هي بس بتضيف قبلها more أو less. more معناها أكثر وليس معناها أقل. وما تنساش إن زان ثابتة كما هي، يعني هتكون more صفة than أو less صفة than. ممتاز. Televisions are more expensive than kettles. أسوان is less crowded than Cairo. في الحالتين هنا قلت التلفزيون أكثر غلاء من الكاتل، أو أسوان أقل ازدحاما من القاهرة. طيب لو تفضيل بجيب قبل الصفة، احنا قلنا ذا ثابتة والتفضيل من more وليس most وليست، فأقول the most والصفة أو the least والصفة. The most useful thing in my kitchen is the fridge. هو بيقول إن أكتر حاجة هي بتستفاد منها في المطبخ بتاعها هي التلاجة. This phone is the least popular phone in the shop. التليفون ده هو اقل تليفون مثلا محبوب او مشهور او شائع بين الناس، مش بيحبوا يشتروا كتير يعني. طب لو تساوي يا مستر زي ما قلنا في البداية as صفة as. طب الصفة قصيرة ولا طويلة؟ الاتنين.
My phone is as heavy as yours. إن تليفوني في نفس الوزن بتاع تليفونك. The TV is as expensive as the computer. بيقول إن التلفزيون حاليا في نفس سعر الكمبيوتر. تمام؟ أوكي؟ طب لو التساوي مش موجود، بدل as صفة as هنحط not as صفة as. بس بيقول لي معلومة إن ممكن برضو في النفي مش شرط not as، ممكن تكون not so. not as أو not so صفة as. My phone is not as heavy as yours أو my phone is not so heavy as yours. بعد كده يا حبايبي القاعدة اللي بتلخبط طلبة كتيرة ونادرا ما بيخلو منها نقطة في الامتحان. خدوا بالكوا تالتة اعدادي بتكون الامتحان محافظات، فممكن تيجي في اكتر من محافظة. الخلاصة انا شرحتها لكم قبل كده وهقولها تاني. both دايما جمع، خلاص خلص الموضوع. both دايما جمع. none دايما مفرد. both دايما جمع. none دايما مفرد. either و neither دايما مفرد. either و neither دايما مفرد، ما عدا عشان ما تجريش، ما عدا في حالة واحدة بس، لو بعد or و nor كان جمع هتجيب فعل جمع، غير كده خلاص. تاني both دايما جمع وبيجي معاها and، فبقول both أحمد and محمد are clever مثلا. both of them are clever أو like tea مصدر هنا جمع. طيب none of them is clever. none of them likes tea. none of my friends plays football. هنا في الحالات دي none دايما مفرد، both دايما جمع، وboth احيانا بيجي معاها and وبرضه جمع، ما جاش برضه جمع. طيب either و neither يا مستر، either و neither لو لوحدهم مفرد يعني ايه يا مستر؟ فاقول either of them is او likes. neither of them برضو is أو likes. طب لو عندي either or يعني عندي اتنين، إما أو، neither nor لا ولا. في الحالة دي لو بعد or جمع هتجيب فعل جمع، بعد or مفرد هتجيب فعل مفرد. طيب نشوف الأمثلة مع بعض. both آية and رضا are. ليه are هنا؟ عشان both جمع. تجيلك في الامتحان both آية and رضا وبين قوسين تكتب لك be اللي هي يكون أو is، طبعا هتخليها are. both of the boys both جمع have. neither آية nor رضا is. ايه ده يا مستر؟ بيقولك neither آية nor رضا، بيقولك لا آية ولا رضا، يبقى مفرد وبعد نور مفرد رضا. طب لو الجملة كده neither آية nor her friends، لا آية ولا صاحباتها her friends، في الحالة دي كنت هقول ايه؟ are. تاني neither آية نور رضا، بعد نور مفرد يبقى اختار مفرد، بعد نور جمع او اور جمع هختار جمع. ممتاز. neither of the boys برضو مفرد، ما تخافش من of the boys او تخضك او تلخبطك في الامتحان. neither مفرد. neither boy برضو مفرد. either ايمن or رضا نفس الكلام، هنا رضا مفرد يبقى is. لو كانت either ايمن or his friends كنا هنقول are، وهكذا. none دايما مفرد. none of them has. none of them is. none of them likes etc. بعد كده يا حبايبي هناخد الماضي البسيط والمستمر past simple past continuous. الماضي البسيط حدث بدأ في الماضي وانتهى خلاص، وبيتكون من التصريف الثاني للفعل. لو هو منتظم DED IED، غير منتظم يحفظ كما هو، واعتقد ان كلكم عارفين الكلام ده. النفي بتاعه didn't والمصدر، والسؤال did فاعل مصدر. اما الماضي المستمر بيتكون من was او were والفعل مضاف له ing، ونفي verb to be بسأل one في be بمعنى ان was were wasn't weren't، والسؤال بعمل المقص. ومنساش ان I was بتتحول الى were you. جت ازاي يا مستر؟ I بتكون you انا تكون انت، ويو بتاخد were مش was. ممتاز. طيب ايه اللي دخل الزمانين دول مع بعض يا مستر؟ لما يكون عندي حدثين كانوا مستمرين مع بعض في الماضي، او حدث كان مستمر وقطعه حدث اخر. ركز في الكلام، حدث كان مستمر وقطعه حدث اخر، اذا الحدث اللي كان مستمر هيكون ماضي مستمر was او were و ing، وقطعه حدث اخر ده حدث قصير، هنا هيكون ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. طب يا مستر لو الحدثين كانوا مستمرين مع بعض في الماضي،
اذا الاتنين هيكونوا ايه؟ ممتاز، ماضي مستمر was aware و ing. طبعا الكلام ده لازم بيكون فيه روابط زي while as just as when و during. انا عندي هنا while و as و just as دايما بعدها حدث طويل يعني ماضي مستمر. while و as و just as بعدها ماضي مستمر. خد بالك احنا بنشرح حاجات الخاصة بتالتة اعدادي فقط، لان في الثانوية العامة في حبشتكنات اكتر من كده. اذا while و as و just as بيجي بعدها حدث طويل دايما اللي هو الماضي المستمر was aware و ing. والحدث الاخر بيكون بسيط لو هو حدث قصير، او يكون مستمر لو هو حدث طويل. شوف المثال: my sister dropped the fork while she was eating. اختي وهي بتاكل وقعت الشوكة. خلاص الشوكة وقعت، هي بتاكل، حدث اهو. تخيل انت كده معايا، اختي بتاكل، ده حدث مستمر، الاكل مستمر اهو، وفجأة الشوكة وقعت منها. بمجرد ان انت هي هتنزل تجيب الشوكة خلاص الحدث انقطع الاولاني. ده عشان كده خلينا حدث طويل اللي هو الماضي المستمر، وقطعه حدث اخر اللي هو الماضي البسيط. تجيلك في الامتحان my sister وبين قوسين drop بس the fork while she was eating. طبعا while بعدها مستمر، والتانية يا مستمر يا بسيط. هتترجم وتشوف الحدث ده قصير وقطع الاولاني ولا لا كان حدث مستمر معاه. طيب اختي بتاكل وقعت منها الشوكة، يبقى حدث قصير قطع الحدث الاول، هتكون dropped. طب ممكن يعمل لك العكس: my sister dropped the fork while she بين قوسين eat. while بعدها ماضي مستمر، خلاص تكون she was eating. ممتاز. عكسها when اللي هي عندما، بيكون بعدها ماضي بسيط والتانية ماضي مستمر او بسيط بسيط لو مفيش فرق زمني بينهم يعني. he was watching TV when the light went out. هو كان بيتفرج على التلفاز، حدث مستمر اهو. عندما the light went out النور قطع. اذا النور هنا الحدث القصير جه بعد وين، والحدث الطويل قبلها. خد بالك ينفع برضو وين تيجي في الاول او وايل في الاول، والجمله التانية هي اللي بتكون الجمله الاخيره. بمعنى ممكن اقول when the light went out لما النور قطع he was watching TV. طب عايز احط وايل هنا، مش ممتاز، شيل وين في النص وحط مكانها كوما، وحط وايل في الاول. while he was watching TV بينما هو يشاهد التلفاز كوما the light went out. لا يا مستر انا عايز وايل في النص، عناية ليك. تشيل وين وتحط وايل واعكس الجملتين، يعني التانية في الاول والاولى في التاني. اقول the light went out while he was watching TV. ممتاز. طب بيقول لي لو الحدثين يا مستر كانوا مستمرين مع بعض ومحدش قطع التاني، كل واحد في حاله. She was listening to music while I was studying. هي كانت تستمع للموسيقى أثناء ما أنا بذاكر. هنا يا حبايبي الحدثين كانوا مستمرين مع بعض، في الحالة دي بستخدم while و as و just as، وبيكون معاهم الجملتين ماضي مستمر. ممتاز. بيقول لي لاحظ أنه عندما يأتي كلمة تدل على الماضي ومعها ساعة زمنية أو كلمة all نستخدم الماضي المستمر. She was cleaning her room at clock yesterday. اللي هو حدث كان مستمر في وقت محدد في الماضي، ده ماضي مستمر. خد بالك انا ذاكرت انجليش امبارح، ماضي بسيط. I studied English yesterday. انا كنت بذاكر انجليش الساعة 7 امبارح، فيقول ماضي مستمر. I was studying English at 7 yesterday. هنا انا حددت ان الحدث كان مستمر في التوقيت ده. ممتاز. بعد كده will والمصدر. والمصدر عرض وطلب، وعد وتهديد، قرارات سريعة، تنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية، وحالة اف الشرطية الأولى. لما أجيلك في الامتحان it's hot I not open the door، الجو حر أنا هفتح الباب، قرار سريع will. I think he not win the match، أعتقد إن هو هيفوز بالمباراة، ده تنبؤ بس ما عنديش دليل كافي، يبقى will. he not be 13 next week، هو هيكمل 13 سنة الأسبوع الجاي، حقيقة مستقبلية will. I not buy you a new phone، أنا هشتري لك موبايل جديد، وعد will. I give you a lift to the hotel، أنا هديلك توصيلة للفندق، عرض will. Stop or I'll tell your father، يا إما تبطل يا إما هقول لباباك، تهديد. Not you pass me the salt، ممكن تجيب لي ملح او تمرر لي الملح لو هو السفره بعيد عني، وبقول لك معلش ناولهولي، فهنا برضو will لان ده طلب. وبستخدم بعض الكلمات مع will زي hope يأمل او يتمنى، think يفكر او يعتقد، promise
يعد. I'm sure متأكد. expect يتوقع. soon قريبا. و tomorrow غدا. خد بالك tomorrow مشتركة معاهم كلهم يعتبر. بعد كده am is are going to المصدر. am مع I is مع he she it are مع you we they. going to المصدر verb to be بسأل 1 في be. am is are not والسؤال بعمل مقص. وما انساش ان I am تحول الى are you. بستخدم going to نية وخطط مستقبلية. نية وخطط مستقبلية بمعنى I am going to buy a new car. أنا هشتري عربية جديدة. أنا هنا ناوي ومخطط ومقرر إن أنا هجيب عربية، إذا هتكون going to. أو تنبؤ قائم على دليل it's cloudy الجو مغيم. it's going to rain هتمطر. أو كمان قرارات مدروسة مسبقا وبستخدم معاها تعبيرات معينة هنقولها بعد شوية. أو أحداث على وشك الوقوع وبستخدم معاها برضو عبارات تحذيرية زي look out watch out be careful ياخد بالك حاسب. كلمة intended يعني ينوي أو نوى دي برضو going to. planned خطط going to. decided قرر going to. intention اللي هي النية. plan الخطة. decision القرار going to. make up mind أو الماضي منها made up mind يعني يتخذ قرار برضو going to. ركز على الحاجات دي. بعد كده am is are والفعل المضاف ل ing اللي هو المضارع المستمر. ايه يا مستر المضارع المستمر اللي حشره؟ ايه اللي دخله اصلا في المستقبل؟ في الترتيبات المستقبليه لو انا مرتب لحدث معين في الحاله دي بيكون مضارع مستمر. I'm traveling to Alex tomorrow. انا مسافر على اسكندريه بكره. I have booked the ticket. خلاص انا حجزت التذكره. طب يا مستر افرق ازاي بين going to والمضارع المستمر؟ ركز كده ان في المضارع المستمر قلنا ترتيبات يعني arrange او prepared او organized او arrangement. تخطيط هناك في going to كانت plan او intend نية. دي واحدة. طب لو مفيش يا مستر going to نية وخطة وقرار. انا عندي النية ومخطط ومقرر بس ما خدتش اي خطوة لسه. انا عندي النية. اما مضارع مستمر يعني ترتيبات مستقبلية أنا خدت خطوة. شايف المثال ده؟ I'm driving to Alex tomorrow. أنا مسافر اسكندرية بكرة. كمل. I have booked the ticket. خلاص أنا حجزت التذكرة. دي ترتيبات وأخدت خطوة فعلية بها. ممتاز. بعد كده الصفات اللي بتنتهي بإيدي و ing. الخلاصة وبرضه شرحتها في فيديو هتلاقيه عندك في القناة وهسيبهولك في الوصف. إن الخلاصة في الإيدي والING لو أنا بستقبل الصفة ed. انا بصدر الصفة ing. بستقبلها ed. بصدرها او بنتجها ing. ازاي يا مستر؟ المباراة. عايز اقول ان المباراة دي مثيرة وانا مثار. واحدة. الاثارة هي الصفة المشتركة. الاثارة ممتاز. مين اللي هياخدها ومين اللي هيديها؟ الإثارة وأنا والمباراة. مين هياخد الإثارة ومين اللي هيديها؟ أنا اللي هدي الإثارة للمباراة والمباراة اللي هتثيرني؟ لا طبعا المباراة هي اللي هتثيرني. إذا المباراة منتج للصفة وأنت مغمض ing. The match is exciting. أنا مستقبل ليها ed لأن أنا هصف شعوري. أنا هقول I am excited. تسمع فيلم والفيلم ده ممل. إذا الملل هي الصفة. أنا والفيلم. أنا اللي هخلي الفيلم يمل ولا الفيلم اللي هيخلينا يمل؟ طبعا الفيلم. إذا الفيلم هو المنتج للصفة. The film is boring. أنا أشعر بالملل. I am bored. أعتقد دي الخلاصة. مش مستاهل إن احنا نشرح أي حاجة تاني فيها. The past simple و the present perfect. الماضي البسيط والمضارع التام. إيه الفرق بينهم؟ الماضي البسيط قلنا من شوية هو التصريف الثاني للفعل بيتضاف له دي اي دي اي دي مع المنتظم ويحفظ كما هو مع غير المنتظم. النفي بتاعه بيكون بريزنت والمصدر والسؤال ديت فاعل مصدر. استخداماته حدث بدأ وانتهى في الماضي. خلاص I cleaned the room yesterday. انا نظفت الحجرة بتاعتي امبارح. خلاص. او لو انا هحكي قصة بقى عمال احكي قصة سرد احداث قصة او حاجة حصلت في الماضي زمان خالص ملهاش علاقة بالمضارع. ايه الكلمات الدالة؟ yesterday last ومدة زمنية. one day مدة زمنية ago. once upon a time. one night when I was young etc. طيب المضارع التام present perfect بيتكون من have أو has والتصريف الثالث
have أو has والتصريف التالت، وهاف has هنا أفعال مساعدة عشان بعدهم فعل أساسي. إذا لما تحب تنفي وتسأل بهو haven't hasn't، والسؤال بعمل المقص. استخداماته: حدث تم وله أثر في المضارع. I have cleaned the room. أنا نظفت الحجرة، معناها إن هي دلوقتي نظيفة، ده أثر. حدث لم ينتهي بعد وبستخدم معها for و since وهندرسهم بالتفصيل بعد قليل. I have studied English for 3 years. أنا بدرس إنجليزي لمدة 3 سنين وما زلت بدرس إنجليزي. عايز أحط since، هات since واطرح السنة اللي أنت فيها من ال3 سنين. تقول I have studied English since 2020، منذ 2020. حدث جديد بستخدم معاه كلمة just اللي هي توا و already بالفعل. He has just phoned me، لسه مكلمني حالا. احنا بنقول عليها حدث بدأ في الماضي القريب، لسه حالا. حدث متكرر دون ذكر مدة في الماضي، اللي هو حدث قابل للتكرار. I have written 3 letters. أنا كتبت 3 خطابات. I have eaten 3 times. أنا أكلت 3 مرات، ممكن أكل الرابعة والخامسة والعاشرة. ولو هسأل عن الخبرات والتجارب السابقة بيكون باستخدام ever و never. طبعا ever في السؤال have you ever seen a giraffe؟ هل سبق لك أن رأيت زرافة، أو هل رأيت زرافة من قبل؟ وبستخدم معها بعض الكلمات زي already بالفعل، just توا، ever مسبقا أو من قبل، never أبدا، for لمدة، و since منذ ويت حتى الآن. بيقول لي إن for بيجي بعدها مدة زمنية، أما since بيأتي بعدها نقطة بداية الحدث. وسنس ممكن ليها حالة تانية، إن since لو جت في نص الجملة برضو بيجي قبلها مضارع تام وبعدها نقطة بداية الحدث، أو ماضي بسيط، أو حاجة على ثانوية عامة هتلاقي بيقولك قبلها برضو it's مدة زمنية بعدها since ماضي بسيط. وما تنساش إن since ينفع يكون معناها لأن. بعرفها ازاي؟ في الأغلب ما بيكونش قبلها مضارع تام، ممكن يكون ماضي بسيط، مثلا I didn't answer the phone since I وبين قوسين مثلا have a shower. I was having a shower. أنا كنت باخد دش. أوكي؟ لأن هنا معناها لأن because. yet تأتي في نهاية الجملة المنفية والسؤال، وتدل طبعا الحدث لم يتم، مخلصش يعني لم ينتهي. أحمد hasn't finished his homework yet. أحمد لم ينتهي من الواجب بتاعه بعد. طيب في السؤال yet في نهاية السؤال، و already برضه في نهاية السؤال، ودي جملة بتيجي في الامتحانات كتيرة، yet في نهاية السؤال و already في نهاية السؤال. لو الحدث تم already ما تمش yet، بعرف ازاي؟ لازم يجيب لك جملة تانية تدل على ان الحدث ده تم ولا لا. يعني مثلا يقول لك ايه have you eaten your breakfast نقط، ويكتب لك ايه مثلا بعدها you are so fast. ايه السرعة دي؟ يبقى already ده الراجل كان خلص. طب بليز هاري، طب خلص من فضلك، يبقى yet. already بتكون في النص بين have او has وتصريف ثالث، او بتأتي في النهاية في نهاية الجملة المثبتة او السؤال، واعتقد ان احنا شرحناها. لو الحدث تم already ما تمش yet. بعد كده قاعدة الضرورة وعدم الضرورة. الضرورة معناها ان حاجة لازم تتعمل، وفي المضارع بستخدم معاها has to مع he she it، او have to مع I you they. وممكن استخدم must معاهم هما الاتنين مع المفرد والجمع، بيكون معناها برضو يجب ان او لازم. الماضي منهم كلهم بيكون had to معناها كان من الضروري ان، او كنت مضطر لي في الماضي. ممتاز. احمد has to be at work at 8. احمد لازم يكون في شغله الساعة 8. هنا لازم، مفيش اي اختيار. علي must phone his sister. علي لازم يكلم اخته، برضو لازم. هاني had to cycle to school. عرفت ان هي ماضي، كمل كده. when he was a child لما كان طفل. هاني كان لازم يروح المدرسة سايكل، كان مضطر ان هو بيروح بالعجلة يعني لما كان ايه طفل صغير. عشان كده هنا خدت had to عشان في نهاية الجملة was a child. للتعبير عن عدم الضرورة have to و has to هنا افعال بعتبر ان هي اساسية، فما ينفعش ان انا انفيها، بجيب لها نفس الكلام don't و doesn't و didn't. have to have جمع ومصدر فهجيب لها don't have to. has مفرد فهجيب لها doesn't have to. خد بالك doesn't والمصدر doesn't have to. had to had هنا ماضي فهجيب لها didn't have to، لازم مصدر. doesn't have to don't have to didn't have to. مثال شادي doesn't have to be at work at 8. It's Friday.
شادي مش مضطر يكون في الشغل النهارده الساعة 8 عشان النهارده ايه؟ النهارده الجمعة، اجازة يعني. سهام and Sally don't have to hurry. سهام وسالي مش مضطرين ان هما يسرعوا او يجروا يعني. They aren't late. هما مش متأخرين. منى didn't have to do homework. منى مش مضطرة او ما كانتش مضطرة ان هي تعمل واجب. It was a holiday عشان كانت ايه؟ اجازة. فهنا قال didn't have to عشان ماضي وعدم ضرورة. بعد كده mustn't اللي هي ممنوع. في فرق بين المنع والتحريم وعدم الضرورة. عدم الضرورة لما اقول مثلا انا مش مضطر ان انا ادخن، ما انا ممكن ادخن. اما ممنوع ان انا ادخن معناها لو دخنت هيكون في عقاب، مثلا انا في مستشفى او في مكان فهيكون في ضرر او عقاب عليا. هشام mustn't smoke at hospital. هشام ممنوع ان هو يدخن في المستشفى. مش هينفع نقول ان هي مثلا هشام doesn't have to، مش مضطر، لا طبعا ده ممنوع mustn't. he mustn't talk to his mother kindly. هو ممنوع ان هو يتكلم مع مامته بطريقة مش كويسة. he mustn't cross the road when it's red. هو ممنوع ان هو يعدي الشارع لما يكون الاشارة ايه؟ حمراء. ممتاز. وخدوا بالكم يا حبايبي في حاجات تساوي mustn't زي against the law ضد القانون، it's not allowed غير مسموح، it's forbidden محرم. اي واحدة من دول لو ما تجيلك في الامتحان وانت مغمض mustn't. ability and inability. القدرة وعدم القدرة سهلة جدا. لو انت قادر على حاجة معينة في المضارع كان، الماضي منها could. نفي كان can't ونفي could couldn't. في طريقة تانية يا مستر، أيوة، في كلمة able اللي هي قادر بيكون قبلها verb to be في المضارع am is are والماضي was were وبعدها to المصدر. أنا عندي القدرة في الماضي خلاص يبقى could و couldn't النفي بتاعها وبعدهم المصدر، أو was were able to والمصدر. Ali نقط swim when he was 4. Ali لما كان يسبح وهو عنده 4 سنين زمان يبقى was able to أو could. he not carry the bag yesterday. هو ما قدرش يشيل الحقيبة امبارح wasn't able to أو couldn't. بعد كده should و shouldn't. النصيحة، بنصح حد يعمل حاجة كويسة should، يتوقف عن حاجة مش كويسة shouldn't والمصدر. you not study hard. انت تذاكر بجد should. he not leave the baby alone in the house. هو يسيب الطفل الصغير يا عيني لوحده في البيت طبعا shouldn't. والسؤال بعمل مقص. بعد كده possibility اللي هي الاحتمالية للتعبير عن الاحتمالية وعدم التأكد. لو أنا مش متأكد من حاجة معينة هيكون might والمصدر. I brought him 3 sandwiches because I thought he might be hungry. أنا جبت له 3 سندوتشات عشان اعتقدت إن هو ممكن يكون جعان. ممكن. They might be more understanding than you think. هو ممكن يكونوا فاهمين أكتر مما تتخيل. I might go to the stadium. أنا ممكن أروح الاستاد. كمل كده but I'm not sure. أنا مش متأكد. عشان كده لما تلاقي I'm not sure مش متأكد وأنت مغمض اختار might. في نهاية الفيديو يا حبايبي أتمنى أن نكون قدرنا أن احنا نلخص لكم كل الجرامر بطريقة مبسطة وجديدة ليكم. يا ريت لو أنت مش عامل سبسكرايب للقناة اعمل اشتراك وشير القناة لأصحابك واخبط لايك واكتب في الكومنتس ايه اللي انت محتاجه اليومين دول عشان امتحاناتك. اكتب اي سؤال يقف قدامك، ادخل على الفيديو ده او اي فيديو واكتب السؤال وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات خلال الفترة الجاية وهنعمل لايف لتالتة اعدادي وكمان اولى ثانوي وتانية ثانوي. هنعمل لاي حد لسه ما امتحنش. لو انت اولى اعدادي او تانية اعدادي هتلاقي في عندك 2 لايف ان شاء الله يكسروا معاك الدنيا. اللهم علما ينتفع به. واشوفكم في فيديوهات كتير على قناة يحيى اكاديمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.